السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، صلاة أهل السماوات والأراضين عليه. وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا رب يا قريب يا مجيب يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم نوعين من المشروب. النوعين دول للتخسيس. أتمنى إن المشروب النهاردة يعجبكم، وبإذن الله أما تجربوه هتحسوا فعلا بفرق، وهتبقوا مبسوطين بيه يعني. معانا المكونات بتاعتنا يا حبايب قلبي. معانا قرفة ناعمة، وجنزبيل بودر، وكمون ناعم، وكركم ناعم، ومعانا خل تفاح وليمون. طبعا يا حبايب قلبي المكونات بتاعتنا دي كلها بإذن الله هنعمل بها مشروب يتاخد 3 مرات في اليوم، مرة قبل الفطار ومرة قبل الغداء ومرة قبل العشاء. ومعانا خل التفاح ده هنستخدمه مع مية باردة. دي طبعا برضو على الريق، بس عبارة عن مرة واحدة في اليوم. مرة واحدة في اليوم خلي التفاح على المية الباردة اللي هي من الفلتر، هناخده على الريق. اما المكونات اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها وخامس مكون معاهم الليمون، دول هيبقوا ينعملوا مع مية مغلية. خلي التفاح يا جماعة احنا بنستخدم معلقة صغيرة من بتاعة الشاي، ما نستخدمش منه كتير يا حبايبي علشان ما يتعبش جدار المعدة. معلقة صغيرة من بتاعة الشاي على المج ده. طبعا يا حبايبي خلي التفاح هنستخدم معاه مية عادية من الفلتر. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا الخل يا جماعة في المج بوريه لكم اهو. هنكمل المج بتاعنا مية باردة من الفلتر، هنقلب الخل مع المية، وطبعا احنا هنشربه مرة على الريق، مرة واحدة قبل الفطار يوميا. ما نخلطش بين المشروبين يا جماعة، ما نبدلش بين المشروبين عشان يجيب نتيجة معانا، بس لازم نستخدمهم الاتنين مع بعض بحيث ان هما يدونا نتيجة. قلبنا خلي التفاح مع المية اهو يا حبايبي. طبعا هنتكلم عن المشروب التاني. والمشروب يا جماعة طبعا المكونات بتاعته نعيدها تاني: قرفة ناعمة، كركم ناعم، جنزبيل بودر، كمون ناعم، والليمون. يبقى كده 5 مكونات يا جماعة. المشروب التاني بتاعنا ده هنستخدم له مية مغلية، لازم تكون مية مغلية بحيث ان تساعد على خروج الزيوت الطيارة بتاعت المواد ديت، المكونات بتاعتنا ديت، ويبدأ انه يجيب نتيجة. دي مية مغلية هي يا حبايبي. هنبدأ نحط معلقة من الصغيرة بتاعت التوابل دي يا حبايب قلبي، ملوها قرفة. إذا كانت المعلقة الصغيرة دي يا جماعة مش موجودة عند حضراتكم، هنستخدم معلقة الشاي. بس في الوقت ده هناخد نص معلقة من كل حاجة، نص معلقة شاي. أول معلقة بتاعت التوابل دي ملو معلقة قرفة، ملو معلقة جنزبيل بودر، ملو معلقة كركم ناعم، ملو معلقة كمون ناعم. الخلطة دي يا جماعة مع بعضها كده سحر لتقليل الوزن وإذابة الدهون، إزالة دهون البطن والأرداف. حطينا المكونات بتاعتنا كده يا جماعة. طبعا 5 مكون معانا الليمون. الليمون مكمل للحاجات بتاعتنا دي. هنبدأ ناخد عصرة ليمونة كاملة مع المكونات بتاعتنا دي. اذكروا الله يا جماعة وأكثروا من ذكر الله، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطينا عصرة الليمونة يا جماعة، نبدأ نقلب المية بتاعتنا بالمكونات اللي احنا حطيناها فيها. طبعا المية دي مغلية يا جماعة زي ما قلنا لحضراتكم.
اتبعوا الخطوات بتاعة المشروب بتاعنا ده يا جماعة. طبعا مشروبين 2، وهنبدأ ان احنا نوزن نفسنا ونبدأ ناخد المكونات ديت مثلا في اول الشهر، نحسب بالظبط كده شهر ونرجع نوزن تاني، هتشوفوا نتيجة ترضيكم بإذن الله. هنقلب المشروب بتاعنا كده، وبعدين هنبدأ ان احنا نغطيه علشان الزيوت الطيارة اللي في المكونات بتاعتنا ديت ما نفقدهاش. طبعا يا جماعة احنا هنقعد نقلب فيه شوية كده بحيث ان المكونات كلها تختلط مع بعضها، وبعد كده نبدأ ان احنا نغطيه. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. غطينا المشروب بتاعنا كده يا جماعة، وبإذن الله هناخد المية بخل التفاح مرة على الريق، والمشروب التاني بالمكونات ديت 3 مرات قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، وبإذن الله هنشوف نتيجة هايلة. بس اللي أنا عايزاه منكم إن انتوا تدعوا لي دعوة حلوة. كده يا حبايب قلبي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.